كليكت تاني مره والشارع هادي، مش هادي زي امبارح بس هادي. المهم ما علينا، انا نازله دلوقتي وهلبس القميص ده. ليه هلبسه؟ علشان هو مكوي وانا مستخسره اطبقه وهو مكوي. انا كنت كاويه من ايام الفيديو بتاع العقد، الفيديوهات اللي فاتت كنت هلبسه على البنطلون اللي انا لابسه ده، بس هي قصيره وانا ما عنديش عقل دلوقتي افكر اطوله ازاي واعمل اختراعات اللي انا بخترعها معاكم دي. فانا هلبس الحل العملي، السلوبيت ده هلبسه اهو وتحت ده. انا اصلا كنت شاريه البلوزه دي على السلوبيت، وحتى وانا بشتريه كان باين ان هو قصير في الصوره، بس قلت ما يهمنيش، كده كده هو تحت السلوبيت فمش باين. بس انا بقيت يعني لبسته قبل كده على جيبه، فهو بصوا ستايله اغريقي كده شويه. هحضر نفسي وارجع لكم تاني. انا جيت اهو. ايه رايكم؟ انا عندي مشكله كبيره قوي، كل ما ارفع كل ما ارفع ايدي يظهر لي الحتتين الجوانب دول. مش عارفه، انا لابسه بادي كل حاجه، بس هو المنظر العام هطلول فندي، مش عارفه اعمل ايه. بص، لبست بوت ابيض عايز يتمسح، ولبست الطرحه دي حاسه ان هي لايقه على الالوان. بصوا يعني فاهمين؟ هي اصلا الطرحه مش موافقه ان انا البسها كده. طب لو انا لبستها لفه عاديه، استنوا، كده كده احلى وهادي اهدى كده، ولا كده، ولا بالطريقه العشوائيه كاني كنت رايحه السوق ومستعجله والهوا فيه رياح فعملتها لي كده. انا بص، انا بقيت بحب مؤخرا البس الطرحه كده عشان رسمه الطرحه تبان. اصل المصنع مش هيتعب نفسه ويطبع الطرح ويقعدوا يحطوا العصفوره هنا، مش لازم برضه ابين مجهود المصنع. الشارع بدأ يزدحم ويعمل دوشه، فانا عايزه اخلص. طيب طبعا عايزه بقى اوريكم. الايلاينر الابيض، او اللي هو شكله مضروب اصلا، بيتمسح اول ما افتح باب الشقه وانت خارجه يوم ممسوح. وعايزه بقى اوريكم ايه الاكسسوارات. طبعا انا لابسه اكسسوارات ملونه دي، مش هبائن علشان هنا في كلمه ملونه يعني ايه. ومش هينفع مش هينفع بقى النهارده البس حاجات كتيره وسلاسل كتير، فانا لابسه 3 بس. 3 بس. ونيس، فاكرين في مسلسل ونيس؟ انا متاخره يا جماعه، مش وقت نقول ذكريات، نبقى نتكلم عليه بعدين. يلا باي باي.